جهاز تفجير عن بعد. هذا طبعا الجهاز. اليوم 25 نوفمبر 2021 نزل الفريق السادس والعشرين مساء بالتعاون مع قوات الهندسة والقوات المشتركة إلى مدرسة أبو بكر في منطقة الضاحية التابعة لمديرية حيس، وقمنا الآن بفك هذا الجهاز التفجير عن بعد لمدرسة أبو بكر، وقمنا الآن بفتح المصدر الرئيسي لتفجير هذه المدرسة، ومن ثم سنقوم الآن بإخراج العبوات من الفصول ومن تحت الدرج ومن حول المبنى بشكل عام. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. وحدة قد شادها الله أضاءت الأبد، وتسامت بشعار قل هو الله أحد. وحدة قد شادها الله أضاءت الأبد، وتسامت بشعار قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. يا أخي المسلم إنا دعوة الحق المبين، ورسول الله وافى رحمة للعالمين. يا أخي المسلم إنا دعوة الحق المبين، ورسول الله وافى رحمة للعالمين. وكتاب الله يهدي بسناه الحائرين، وهو للكون ضياء وهدى للعالمين. وكتاب الله يهدي بسناه الحائرين، وهو للكون ضياء وهدى للعالمين. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. وحدة قد شادها الله أضاءت للأبد، وتسامت بشعار ميليشيا الحوثي قبل خروجها من هذه المدرسة قامت بتفخيخ المدرسة كاملة، وهذا نلاحظ التفخيخ أمامنا. وقد استنجدنا بفريق نزع الألغام الذي بدوره لبى مشكورا إلى هذا المكان رغم بعده عن مركز المديرية، ووصل إلى هذا المكان بفضل الله سبحانه وتعالى بتوفيقه. قام باستخراج هذه العبوات الناسفة التي زرعت في إدارة المدرسة، في مخزن الكتب، في سلم، في الفصول، دون أي مراعاة لحق الطفولة، دون أي اهتمام لما للتعليم من قيمة ولما له من أثر في حياة الجيل والناشئة. هذه هي ثقافة الميليشيا الحوثية.